حاولت كتير انك توصل لحاجة انت عايزها، سواء هدف على المستوى القريب او على المدى البعيد، وبتفضل تبذل مجهود كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله عشان توصل لها. وبعد ما بتبذل المجهود الكبير ده فيها بتلاقي في الاخر انك محققتش نتائج فيها او مفيش نتائج اصلا. لو انت عمال تلف في الدايرة دي وده روتين حياتك الحالي، تابع الفيديو. المزيد من نفس الشيء بيؤدي الى المزيد من نفس الشيء. الجملة دي بعد ما قرأتها في كتاب وقفت عندها كتير، اللي هو انا كنت فاكر ان عشان احقق نجاح كبير في حاجة لازم ابذل فيها مجهود كبير جدا. وبعد ما كنت ببذل المجهود الكبير ده كنت باجي ابص على نتائج في الاخر، كنت ممكن احقق نتائج ما تذكرش مقابل المجهود اللي انا بذلته، او ما بحققش نتائج اصلا. فعرفت بعد ما قرأت الجملة دي ان الفكرة مش في بذل المجهود الكبير. ايه يعني تبذل مجهود كبير في الحاجة وفي الاخر الحاجة دي ما بتحققلكش نتائج، او بتحقق نتائج بسيطة ما تجيش مقابل الجهد اللي انت حطيته في الحاجة دي. فكنت كل ما بوصلش النتائج كنت بقول لنفسي انا لازم ابذل مجهود اكتر من كده عشان اوصل لنتائج. وفي الاخر بعد ما ببذل مجهود برضه ما كانت النتائج طفيفة، حاجة ما تذكرش. فبعد ما قرأت الجملة دي لقيت ان الفكرة مش في بذل المجهود الكبير، الفكرة في انك تغير افكارك وتبحث عن الطريق البديل. يعني ما تثبتش في نفس الطريق اللي بيوصلك لنفس النتائج كل مرة وتبقى مستني نتائج مختلفة، لانك لو فضلت على الطريق ده حرفيا هيعميك عن طرق افضل كان من الممكن ان انت تجربها وتوصلك لنجاح احسن من اللي انت كنت فيه. فدايما الحاجة اللي تتعب فيها وما توصلش النتائج فيها خالص دور على البديل التاني على طول، لانك لو فضلت واقف في مكانك مش هتحقق اي تقدم خالص، او هتفضل على مستوى ادائك الحالي اللي هو ثابت مكانه. فانت لازم تخرج من الروتين اللي عمال تجري فيه السنين ده ومش موصلك لاي حاجه. فبعد ما قرات الجمله دي اللي هو المزيد من نفس الشيء يؤدي الى المزيد من نفس الشيء، بدات اقول لنفسي في اي حاجه بعملها او بتعلمها وما بوصلش فيها النتائج اكيد انا محتاج له اسلوب جديد غير الاسلوب اللي انا بادي بيه الحاجه دي دلوقتي. لاني لو فضلت على الاسلوب القديم اللي بيوصلني لنفس النتائج هفضل على نفس النتائج كل مره، مش هحقق اي تقدم خالص في الحاجه اللي انا بعملها. وعندك مثال شركه نوكيا في وقت ما كانت مسيطره على سوق التليفونات، هي كانت بتعمل تحسينات ولكن التحسينات اللي كانت بتعملها دي كانت في الاجهزه القديمه بتاعتها. ففي شركات جت وعملت طرق جديده وعملت شاشات باللمس، فالمزيد من نفس الشيء اللي شركه نوكيا كانت ماشيه عليه خلاها تخسر في السباق، ما كانتش بتجدد. يعني الدرس اللي تتعلمه انك بدل ما تفضل تعمل تحسين في الحاجه اللي انت عايز تعملها وكل مره ما بتوصلكش النتائج، فانت محتاج انك تعمل تغيير في سلوكك وتجرب شيء جديد، حاجه جديده وتكون مناسبه مع شخصيتك، وده هيساعدك في انه يخلق لك فرص جديده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. فلو استفدت باي حاجه من الفيديو اضغط لايك عشان يوصل عدد اكبر. ولو مريت بتجربه زي كده وكنت ماشي في طريق ما كانش محقق لك نتائج وبعد ما غيرت اسلوبك وجربت حاجه جديده ده فرق معاك وبقيت بتحقق نتائج، فلو انت مريت بتجربه زي كده شاركها في التعليقات. واشوفكم في فيديو جديد. سلام.